الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أخواني في أول درس من شرح كتاب المئة الجامعة للقيم النافعة للأستاذ الدكتور محمد سعيد بكر حفظه الله تعالى. وهذا الكتاب يتكلم عن 100 حديث، فيه 100 قيمة نافعة للإنسان في دنياه وآخرته. وهذه الأحاديث كلها من الصحاح، من إخراج الإمامين البخاري ومسلم. ونبدأ الآن في الحديث الأول من باب، وهو من باب الأخلاق والسلوك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 شعبة والحياء من من الإيمان. متفق عليه. والآن نتكلم عن راوي الحديث وهو الصحابي أبو هريرة، الملقب أبو هريرة، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، الذي توفي سنة 59 للهجرة، وهو صحابي ومحدث وفقيه وحافظ. أسلم سنة 7 للهجرة، ولزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ منه الحديث حتى أصبح أكثر راويا حفظا للحديث. وقد بلغ عدد تلاميذه 300، لأنه كان ذو حافظة وتفرغ للحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يعد أبو هريرة واحدا من أعلام قراء الحجاز، وقد ولي ولاية البحرين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والآن نتكلم عن غريب الحديث. شعبة أي فرع وجزء. والآن نتكلم عن أبرز قيم الحديث. قيمة الإيمان الحي، وهو المرتبط بالسلوك. وقيمة الحياء، وهو على أصناف، منها الحياء من الله، ثم الحياء من الناس. والآن ننتقل إلى شرح الحديث، شرح المختصر طبعا. ويحكي لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وفروعه، مبينا أنه ليس مجرد اعتقاد في القلب كما يظن البعض، وإنما هو تصديق بالجنان أي القلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان أي الجوارح. كما بين أن ثمرات هذا الإيمان لا بد أن تظهر على سلوك صاحبه، وإلا فلا قيمة للإيمان إن لم يظهر على سلوك صاحبه. وقد اختار الحياء لأنه يتحصل للمرء الذي يوقن بمراقبة الله تعالى، فلا يجرؤ على ارتكاب المحظور حياء من الله البصير. أي أن الإيمان ليس فقط الإيمان الذي يوقن في القلب، إنما هو الإيمان الذي يثمر عن الإيمان الصحيح، الذي يثمر عن قول باللسان، وعمل بالأركان أي الصلاة والصيام والصدقة. وباللسان كف اللسان عن إيذاء الآخرين بالمسبات أو الكفر أو الفحش. ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح فتح الباري في صحيح البخاري: هذه الشعب تتفرع من عن أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلوب فيها المعتقدات، ما يعتقد به الإنسان، والنيات، ما ينوي به الإنسان، وتشمل على 24 خصلة. وأعمال اللسان تشمل على 7 خصال. وأعمال البدن تشتمل على 38 خصلة، إلى أن قال: في هذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة، باعتبار أفراد ما ضم بعضها إلى بعض، مما ذكره